أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستكمل معا كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن الطب الإسلامي. يتبادر إلى أذهان الكثيرين عندما يسمع كلمة الطب الإسلامي أنه الحجامة فقط لا غير، وهذا خطأ كبير. فليس الطب الإسلامي فقط هو الحجامة، هي أحد نقاط الطب الإسلامي الحجامة، وليس كل الطب الإسلامي بطبيعة الحال هو الحجامة. فالطب في الإسلام هو طب علم متكامل الأركان، ولا يقتصر على ممارسة محددة مثل الحجامة. ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث في صحيح البخاري أن من أكل حين يصبح 7 تمرات لم يضره في يومه سم ولا سحر. اجتمع الكثيرين من مفسري الحديث على ربط ما بين التمر والسم مع علاقة، واجتهدوا في التحاليل ولهم الأجر والثواب عندما حاولوا أن يظهروا في التجارب المعملية مدى فاعلية التمر لوقف مفعول السم. السم تعريفه الطبي هو أي مادة تدخل إلى جسم الإنسان تؤدي إلى خلل في أحد وظائف أعضاء جسم الإنسان، أو قد تؤدي إلى الوفاة. لم يحدد الحديث أي نوع من أنواع السم، والأنواع كثيرة، ولم يحدد المقدار، فتتوقف شدة التسمم أو عملية التسمم على المقدار السم الداخل إلى جسم الإنسان. لم يتحدث الحديث عن ذلك، ولكن بشكل عام. ولكن حدد التمر 7، ولم يقل 3 أو 5 أو 10 أو 100، بل 7. من أكل حين يصبح ب7 تمرات من عجوة لم يضره في ذلك اليوم، وحدد الزمان اليوم، ولم يتحدث عن الغد، فإذا مرتبطة العملية بذلك اليوم. وحددها من أكل حين يصبح، أي حددها بوقت الصباح، ولم يقل حين يمسي، لا، حين يصبح، أي أن أول أكله هو التمر، والعدد هو 7. لم يضره في يوم سم. وأثبتت التجارب التي أجرتها بعض الجامعات الإسلامية أن التمر، خاصة تمر المدينة، هو أحد أقوى مضادات السموم، أو أحد العوامل التي تقي من الإصابة بالسم. عندما يكون متواجد بكثافة في دم الإنسان فإنه لا يتفاعل مع المواد المسببة للتسمم. إذن فالحديث واضح وصريح، ولم يقل أنه علاج للتسمم، وإنما كان وقاية، فهو وقاية وليس علاج. وماذا عن السحر؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كانت له وقاية في يومه من السم والسحر. وما علاقة السحر؟ وما علاقة السحر بالتمر والتسمم والسم؟ نعلم من الطب أن العلاج الواحد قد يعالج مختلف حالات معينة، ولكن من نفس المنشأ. فالمضاد الحيوي المحدد يعالج عدة أشكال لنفس المنشأ النابعة من نفس المصدر. فإذا كان التمر يعالج عملية التسمم التي تؤدي إلى خلل في وظائف الأعضاء، فهذا يعني بالضرورة أن السحر بشكل ما أو بشكل مشابه يؤدي بالضرورة إلى خلل في وظائف الأعضاء، خلل ما.
وكيف نعرف؟ يتوقف كما يتوقف في عملية التسمم، يتوقف على مقدار ونوع نوع السحر ومدى قوة السحر. إذا فعملية السحر أو المصابون بالسحر شفاهم الله جميعا بالضرورة في حالة مشابهة لحالة التسمم، أي أن وظائف الأعضاء يوجد بها بالضرورة خلل ما، يوجد بالضرورة خلل ما. وهذا واضح للكثير من يعاني من السحر من خلل في أو أمراض أو أوجاع في مختلف أجزاء الجسم. هذا الحديث وهو حديث وضع بداية الطريق لعالم التسمم أو علم التسمم. حديث آخر، والحديث في مسند أحمد وهو حديث صحيح. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فيما معناه: فناء أمتي في الطعن والطاعون. قالوا يا رسول الله الطعن قد عرفناه وهو الطعن بالرمح أو بما شابه، فما الطاعون؟ فما الطاعون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو وخز أعدائكم من الجن. وأخذ أعدائكم من الجن. ما هو الطاعون؟ الطاعون هو نوع معين من أنواع البكتيريا التي تصيب الإنسان فتؤدي إلى هلاك الإنسان بأعداد كبيرة، وهو نوع محدد من أنواع البكتيريا التي انتقلت إلى الإنسان عن طريق الفئران الكبيرة السوداء، وهي حوادث شائعة جدا في القرن الرابع عشر الميلادي عندما أصابت قارة أوروبا الطاعون، فهلك فيها ثلث سكان قارة أوروبا، أي ما يقارب من 75 مليون من مواطن من أوروبا قتل بالطاعون وسمي بالموت الأسود. إذا الطاعون هو نوع من أنواع البكتيريا، هذا ما يهمنا، نوع من أنواع البكتيريا. وحديث رسول الله في مسند أحمد يقول: هي وخز أعدائكم من الجن. وخز، ليست البكتيريا جن، لا نتحدث عن ذلك لو لم يقل الحديث ذلك، ولكن هي وخز أعدائكم من الجن، أي أن الجن يؤخذ الإنسان مثل الإبرة، قد يؤدي إلى بكتيريا، أي أن بالضرورة قد يكون أن الوخز من الجن أو المس من الجن يؤدي إلى نوع بكتيريا، يتوقف على مدى قوة الوخز والنوع والمكان الذي تم الوخز فيه. ليس بالضرورة البكتيريا القاتلة التي حدثت وهي تسمى الطاعون أو الموت الأسود، ليس بالضرورة، ولكن قد يؤدي إلى نوع أقل حدة من أنواع البكتيريا، قد يؤدي وقد لا يؤدي، ليس بالضرورة، لكن في أحيان قد يؤدي. قد نجد التهابات في بعض مناطق في جسم الإنسان جاءت عن طريق البكتيريا ولا يوجد سبب، والطبيب التقليدي لا يعرف سبب ولا يوجد أي سبب لظهور تلك النوع من البكتيريا، قد يكون عن طريق السحر. إذن فوخز أعدائكم من الجن، وليس أكثر عداوة من السحر ومن شياطين الجن والإنس، ولا نجد أكثر عداوة من هؤلاء. وفي حديث آخر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه قال: إذا ظهر الطاعون وسمعتم بالطاعون في أرض فلا تذهبوا إليها، وإذا ظهرت في أرض أنتم بها فلا تغادروا منها فرارا منه. وهذا هو المبدأ العزل الطبي الذي عرفناه في القرن التاسع عشر الميلادي، وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة. إذن فالطب الإسلامي هو شامل لكل شيء وجامع لكل شيء، علينا فقط نحن كمسلمين هو البحث والتفكير حتى نصل إلى حقيقة الطب الإسلامي. وجماع القول أننا نريد أن نقول أن الرقية والراقي الشرعي، تمام الراقي الشرعي هو من يعلم العلم الإسلامي والعلم الشرعي مع العلم الطبي، هذا هو قمة التمام وقمة
قمة الوصول عندما يكون على علم بالحالتين، علم بالحديث والقرآن والعلوم الإسلامية والعلم الطبي. هذا هو القمة الرقي، قمة الرقية وقمة العملية كله عندما يعلم الحالتين. وقد طبقت ذلك دولة ماليزيا جزاهم الله خيرا عندما أطبقوا على طلبة الطب منهج الرقية، وجعلوا في المستشفيات العامة الحكومية قسم خاص للرقية الشرعية يقرأها ليس فقط طبيب ولكن طبيب على علم بالشرع والحديث والفقه والتلاوة وما إلى ذلك، ونفذوها. فهناك مستشفيات بها قسم خاص للرقية الشرعية. هذا هو القمة إلى ما وصلوا إليه، وهذا ما ندعمه بشدة، أن الراقي هو يعلم الإسلام جيدا ويعلم الطب جيدا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها